أنا جعانة أوي. جعان ازاي يعني؟ انت مش صايم ولا ايه؟ يعني شفتيني رايح آكل؟ أنا بقول إن أنا جعان وبس. طيب، انا افتكرت ان انت هتاكل ولا حاجة. مالكوا يا ولاد؟ بتتخانقوا على ايه بس؟ ما بنتخانقش ولا حاجة يا جدو، أنا كنت بقول إن أنا جعان، وراحت الهانم بتقولي إيه أنت رايح تاكل؟ وأنا أصلا ما قلتش غير إن أنا جعان. اصل غريبة يعني يا جدو، هو بيقول لي ان هو جعان وهو عارف ان احنا صايمين. طب وايه المشكلة لما يقول ويعبر عن انه جعان يا لولي؟ مش عارفة يا جدو، انا حسيت كده كأن هو متضايق ان هو صايم. تعالى هنا يا جمال. أيوة يا جدو. هو انت فعلا متضايق ان انت صايم؟ والله يا جدو أنا يعني مش عارف. ازاي بقى يا ابني؟ انت مش عارف الحديث الشريف اللي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله، يعني ايه الكلام ده يا جدو؟ يعني يا ولاد الصيام ده ربنا بيجازي عليه أجر وثواب كبير جدا، ويا بخت اللي بيقدر يصوم. واوعى تفتكر ان انت صغير يا جمال، لا 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 لا. انت بتاخد اجر عظيم. خلاص يا جدو، أنا من هنا وجاي هفرح جدا بالصيام. برافو عليك يا جمال. وعايزة اقول لكم على حاجة كمان يا ولاد، ان في للجنة 8 ابواب. عارفين يا ولاد ان في باب في الجنة اسمه الريان، مش هيدخل منه إلا الصائمون؟ ياه يا جدو، للدرجة دي؟ يعني ربنا عمل للناس الصايمة باب لوحدهم يدخلوا منه، ده مكافأة ليهم؟ طبعا يا لولي، الصيام أجره عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى.